هذا البرنامج حقيقي، مش كوميدي ومش ساخر، يرصد كل ما هو مغشوش وشمال. أنا عايزك تاخد بالك، تنتبه لما تقرأ، تنتبه لما تشوف، تنتبه لما تسمع. احنا في زمن الخبر والنت والألوهات والثورة والمعجزة والمستحيل اللي مات. آن الأوان يا شعب نقول وما نخافش، بنحبها بضمير، مش غش ولا إشعاع. بلالين ومالية البلد وبتحجب الأخبار، هنفرقع البلالين ونصحصح النايمين، نحكي على السامعين إشاعات مطرداهم. مركبنا طلعت يا ناس هتلف بينا المراسي، واللي هيكذب هناخده ورا مصنع الكراسي، ورا مصنع الكراسي، ورا مصنع الكراسي. حضرات السادة المشاهدين، أهلا بكم وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. الحقيقة من ساعة ما رمضان ما بدأ واحنا بنعاني معاناة كبيرة جدا، مش لاقيين إشاعات، لدرجة إننا نزلنا الشارع بنفسنا ندور على الإشاعات عشان نرصدها. مش بس كده، ده احنا كمان طلعنا إشاعة، ما تيجوا نشوف. يا جماعه انا تعبت والله العظيم. انا عمال الف على كعوب رجليا، المايك ده تعب معايا خالص. عمال الف ان الاقي ولا اشاعه في السوبر ماركات والهايبرات وانظر كل المحلات والكافيهات، مفيش ولا اشاعه راضيه تطلع. لا اله الا الله. عارف السبب ايه؟ ايه؟ الناس كلها قاعده متابعه مسلسلات رمضان والاعلانات وكل حاجه، يروحوا ياكلوا يرجعوا يتابعوا المسلسلات، يروحوا ياكلوا يرجعوا يتابعوا الاعلانات، مفيش ولا اشاعه. خلاص احنا نقعد مع الناس تتفرج برضو على الاشاعات والاعلانات في التلفزيون. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه؟ تصدق احنا برضو نقعد نتفرج على الاشاعات والمسلسلات؟ لا. انا بقول ايه يا حاج؟ لما اقول لا يبقى لا. ايه يا حاج؟ مصنع الكراسي لا يمكن يقف. المصنع ده انا بنيته على ايدي، اشاعه فوق اشاعه فوق اشاعه، لا يمكن يقف ابدا. طب نقعد نريح شويه كده ونتفرج معاهم. لا لا, انا قلت المصنع مش هيقف، يعني مش هيقف. يعني هنعمل ايه؟ يعني نقعد نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ احنا اللي هنطلع الاشاعه. لا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا اللي نطلع الاشاعه. انا معايا الاشاعه. معاك الاشاعه؟ الاشاعه معايا. جبتها؟ بص بقى يا صاحبي، الاشاعه بتقول ان طبقه الاستراتوسفير تقلصت بمقدار 20%، وده هيؤدي الى ان كل القنوات هتختفي وهنرجع قناه واحده زي زمان. تقلصت؟ اه دي كده لازم تاخد برشام تقلصات. ايه رايكم؟ طب انا عايز اقول حاجه. قول يا بيه. انا مش هطلع من الاستوديو كده وافضل كده قاعد متمرمط كده وسطكم. لا لا لا، هنطلع نعملها في الشارع. احنا من الحدث، من قلب الحدث. من الشارع؟ من الشارع. يبقى من الشارع يا جماعه. سمعت الإشاعة اللي بتقول إن القنوات هتتقلص وهتختفي كل القنوات اللي على القمر وهتبقى قناة واحدة. يا ريت دي تتم. معقولة في حاجة لو في حاجة زي كده يا ريت تتم، عشان نتفرج بقى ونشوف ايه اللي بيحصل بقى، ونشوف بقى اللي بيقول اللي ما بيقولش والكلام اللي زي كده يعني. لو دلوقتي قالوا لك ان القنوات كلها اتشالت ومفيش غير قناة واحدة بس هي اللي هتبقى شغالة، وفي فريق انت هتعده عشان تتفرج عليه، مين من المذيعين تحب تبقى موجود في القناه دي؟ مرتضى منصور، هو فكاهي شويه. فكاهي؟ بتحب اشوف فكاهي. هتبقى الميزه اللي هتبقى فيها هتجمع العيله كلها على حاجه واحده، بدل التشتيت اللي بيحصل موجود حاليا. يعني عندك اكتر من
اكتر من قناه، التنوع فيه مطلوب، بس ميزه القناه الواحده كانت بتدينا فرصه ان احنا نقدر نتجمع اكتر على حاجه على حاجه واحده. طيب لو البرنامج التوك شو يبقى مين فيه؟ مصطفى بكري ولا وائل ابراشي ولا احمد موسى؟ وائل ابراشي. ليه وائل ابراشي؟ يعني بيعمل مشاكل كتير. بيعمل مشاكل كتير. مين بقى اللي هيقدم النشر الإخبارية؟ هو انا لو اخترت واحد من الموجودين دلوقتي على الساحه، بصراحه انا مش شايف اي واحد يستحق ان هو يبقى موجود على الساحه يقول نشره مثلا اخباريه او حاجه زي كده او برامج التوك شو، لان كله دلوقتي عمرو اديب ولا خليني صريح، انا بتكلم بصراحه. اللي موجودين دلوقتي بيقول حاجه وينسى هو قال ايه ويرجع يقول حاجه تانية عكسها خالص. لو القنوات دي كلها اتشالت وبقت قناه واحده، مين من الناس المذيعين اللي ممكن تبقى تحب ان هو يبقى موجود في القناه دي؟ توفيق عكاشي. لما تبقى قناه واحده هيبقى فكر واحد كله هيتكلم في قناه واحده، هيبقى مسؤول عن فكر واحد او توجه واحد كله هيتكلم عليه. دلوقتي القنوات كترت، فكل مذيع بيطلع بيتكلم عن توجهه هو ورايه الشخصي في الحياه حسب ما هو شايف، مش حسب ما الظروف اللي في البلد عايزه ايه او ظروف الحياه فيها ايه، لا كل واحد بيتكلم على اللي على هواه. والله يعني يا ريت يختفوا كلهم، يختفوا ما يبقاش ولا حتى قناه عشان نرتاح خالص. ولا قناه ولا قناه. لو برنامج رياضي يبقى سيف زاهر. سيف زاهر. طيب لو عندك برنامج توك شو، خلي احمد موسى ولا وائل ابراشي ولا مصطفى بكري؟ لا عمرو اديب. كان في برنامج زمان اسمه عالم الحيوان كان بيجي دلوقتي يعني يبقى توفيق عكاشي. مش حقيقيه طبعا، بس يا ريت، لان القنوات كتيره جدا، يعني لازم نرجع القناه الاولى زي زمان يعني. يبقى مين بقى من دلوقتي اللي يقدم برامج الرياضه؟ شلبوكه طبعا. شلبوكه. البرنامج السياسي او نشره الاخبار؟ عمرو اديب. عمرو اديب. طيب لو حد هيقدم برنامج للطبخ؟ توفيق عكاشي. النشره الاخباريه من دلوقتي؟ من دلوقتي؟ لا من الناس الموجوده دلوقتي. من الناس اللي موجوده دلوقتي؟ نقول مين عندنا؟ ابو حفيظه. ابو حفيظه. ابو حفيظه. طب جميل. طيب مين اللي هيقدم لنا برامج الرياضه؟ مرتضى منصور طبعا. مرتضى منصور. الله. طب برنامج للاطفال؟ ماما نجوى. ماما نجوى. طيب لو حد هيقدم عالم الحيوان؟ عالم الحيوان؟ توفيق عكاشة برضه هو نجم الحاجات دي. ورا مصنع الكراسي. رمضان ودراما رمضان. قبل ما نبدأ نرصد مسلسلات رمضان أحب أقول لحضراتكم تعيشوا وتفتكروا النهاردة الذكرى السنوية لوفاة المغفور له رفاعة الدسوقي، الراجل الذي قعد مصر كلها على القهاوي وفي البيوت بيتابعوا أحداث حياته في مسلسل أسطورة. وبجد مفيش ولا مسلسل السنة دي عمل اللي عمله الأسطورة في الشارع المصري. عشان كده بنحيي النجم محمد رمضان واللي غاب السنة دي عننا وراح يقضي خدمته العسكرية في الجيش المصري وسط اخواته العساكر والضباط. بمناسبة الضباط، السنة دي شهدت مسلسلات رمضان ظهور مكثف للداخلية ولشخصية الضابط في الدراما الرمضانية. على سبيل المثال للحصر مسلسل الحالة جيم، شفنا الضابط أحمد زاهر والضابط طارق عبد العزيز. مسلسل كلبش، وكانوا كتير بصراحة جدا، منهم مثلا النجم أمير كرارة والضابط محمود عبد المغني والضابط الجامد جدا محمود البزاوي. أما بقى مسلسل واحة الغروب واللي عشنا معاه رحلة طويلة مع الضابط خالد النبوي وحبيبي الضابط سيد رجب المسحراتي في مسلسل تاني. نيجي لمسلسل بقى الحصان الاسود وفيه الضابط احمد السقا، ومش جديد عليه الزبطانه يعني، لكن كانت جديده على محمد فراج. برضه كان مليان ضباط مسلسل ظل الرئيس، وتابعنا حكايه الضابط السابق ياسر جلال، وكمان شفنا محمود عبد المغني تاني. الضابط الكبير بقى رياض الخولي تألق كالعادة في مسلسل وضع أمني. وللعام الثاني على التوالي شفنا الضابط جلال الزكي. وحتى لو اختلف زمن أحداث المسلسل برضه لكل عصر ضباطه، وشفنا هادي الجيار في مسلسل كفر دلهاب.
وطبعا مسلسل الجماعة ما نقدرش ننساه لأن ظهر فيه الضباط الأحرار كلهم وكانوا رائعين بصراحة. مش بس الضباط اللي ظهروا في أكتر من عمل، العفاريت كمان كان ليهم حضور مكثف. تعالوا نشوف مين اللي حضرهم. مسلسل كفر دلهاب كان للعفاريت فيه دور مؤثر جدا في الأحداث. كمان عفريتة عادل إمام، قصدي عفريتة عدلي علام، غادة عادل. وطبعا المسلسل اللي أنا شخصيا طلعت فيه عفريت ريح المدام. اما بقى الفنان عمرو رمزي جوز الفنانه كندا علوش بعد ما غسل الاطباق يعني في الاعلانات اتجه للعفاريت في مسلسل عشم ابليس. مش بس الضباط والعفاريت، كمان فقدان الذاكره كان له حضور متكرر في المسلسلات، وكان ابرزهم ريح المدام، وفي كانت البطله بتفقد الذاكره كل يوم زي الصداع والمغص كده عادي يعني. وكذلك مسلسل في اللالا لاند، واللي لو شلنا منه حواديت سنو وايت وموضوع فقدان الذاكره هتلاقي نفسك قدام فكره مسرحيه سكه السلامه بتاعت زمان، او بدايه بتاعت طياره للنجم احمد زكي والرائع جميل راتب. وبالمناسبه المسلسل اترفعت عليه قضيه وطلب وقف عرضه عشان فكرته مسموعه. دي كانت المسلسلات. نتابع اصداء فضيحه رامز تحت الارض. ورا مصنع الكراسي، مصنع الكراسي. وعشان رمضان بقى وكل سنه وانتم طيبين وكده قررنا نجرب نعمل فوازير. اتفرج على الفزوره الجايه وقول لنا يا ترى عيله منشي تتكلم عن مين من المذيعين. ورا مصنع الكراسي. زي ما بقول لك كده يا انت وامك 4 مرات يرن عنك. شوف يا عم مين اللي بيخبط عليك ده؟ مين بيخبط جامد كده؟ مش جدو جدو ايه جدو ايه بابي. ايه المفاجأة اللي ملهاش لازمة دي؟ ينفع كده؟ ينفع اللي انت عملته انت وامك وابوك؟ ينفع؟ عملنا ايه يا بابي؟ بابي بعد مصنع الكراسي يبقى بابي تاخد البت اديهالك تروح بيها مصنع الكراسي يا الواد ده ولا عشان عبد؟ معلش يا حاج انت ايه اللي جاب؟ انت مش كنت مت يا حاج رجعت ليه تاني؟ معلش ايه اللي مزعلك بس قول لي. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ بتتريقوا على الاعلاميين الشرفاء؟ انتوا بتتريقوا على الاعلاميين الشرفاء ومين الواد اللي انتوا جايبينه عمال يتريق عليهم ده؟ مين يا جدو؟ الواد اللي هو مش باين ده. موهبة بقى يا جدو قلنا ننميها. تنميها؟ انا عايز الواد ده حي او ميت. انت عندك اعراض جانبيه وممكن تقلب معاك بذبحه صدريه. يا لهوي انا عايز ابو الواد منشي. شوف بابي بابي تاني دي بتعصبني. خلاص انا عايز الواد ده حي او ميت دلوقتي. حاضر. ومعاه حاجه ساعه. اما انت يا بابي عليك حاجات. اهو يا حاج جبتهولك اهو والحاجه الساعه جواه. امسكه بقى انت ياد بتتريق على الاعلاميين الشرفاء. انت مين يا؟ انتوا مستقلين بيا؟ انا ورايا جمهور ياكلكوا وياكل الزلط. اهدى يا طه، ده جدو اسمع كلام بس كلمتين ومعلش اهدى شويه. ايوه اسمع كلامك لا تتهور قوم تتعور. لا انا مش ساهل. انت جدو عليهم مش عليا. مين ده اصلا؟ لا ده بابي. لا يعني نلم نفسنا كده علشان كلنا كده ان شاء الله هنتبهدل لو ما احترمناش نفسنا. ايوه احنا ممكن نتنفخ. لا انا مش عايز اتنفخ. ولا انا كمان انا ظابط على 30. لا انا امبارح لسه مظبط الحمد لله مش هقدر اتنفخ النهارده. اي واحد هيقول جمله غلط على اي
عم شريف المنفخ بره. انا ما بعتهاش، اسال ام منشي. بابي صعب. صعب عليكم، انا ماليش دعوه، انتوا اسره مع بعضيكم، انا قايم ماشي. لا اقعد يلا وما تتحركش، المنفخ هيشتغل. قول لي ايه اللي انت عملته؟ ما لقيتش غير الراجل الطيب ده، قلبه ابيض وشعره كمان ابيض. ايه حرام عليكم يا ظلمه. يا بابي هدي نفسك بس وقول لنا انت عايز ايه واحنا ننفذ. انتوا اسره مع بعضكم تقنعوا بعض بالجزم، انا مالي، انا ماشي. اهدى يا طه، اللي يقول عليه حمايه ماشي، ده راجل ضيف علينا وضيف على الدنيا، لازم تريحه. يا بابي ربنا يديك الصحة وطولة العمر وبلاش احنا والله. ده يا مفتري يا قليل الدين، تقول على ده شعلانة، ده نسمة. قول يا عنب. ما هو مش معقول يا جد نقعد قدام حلقه الاستاذ السبت عشان تخلص يوم الاثنين الفجر. اسم الله، اللي يشوف كده يقول لك محافظ البدرشين يا اخويا، ما انت طول النهار متلقح على القهوه يا فاش. يعني يرضيك يابا الحاج يعني يقعد يعمل مشاكل بين الناس ويجيب مكالمات هاتفيه توقع الناس في بعضيها؟ حبيبتي يا هبه ينفع كده؟ براحته. لا، وكل ما الدنيا تهدى يروح قايل مقولته الشهيرة: يقولون أنك أصل الفساد. فهل تشعر بتأثير ذلك على البسطاء؟ لا، وكلمته الشهيره: مش انت اللي تعلمني كيف ادير الحوار، انا اديره كما ينبغي. اخرس انت وهو، طول عمركم ناس مفتريين. قول يا عنب. اجمل حاجه بيعملها لما الضيوف تتخانق مع بعضيها، يقعد يقول لهم بقى ده مش اسلوب نقاش كده يا جماعه، نخرج بره الحوار. احنا بنتهيألي نطلع فاصل احسن بقى. اخرس، طول عمركم عالم مفتريه على الراجل. قول يا عنب. يا جدو انا في مره دخلت الاوضه بعد ما الحلقه خلصت، لقيت ابويا وامي، ابويا ايده مالها ياض؟ في الجبس. في الجبس. ولقيت امي عينيها مالها؟ مشبوكه. ايه؟ شبكتها راحت. هي ماما شبكتها ايه؟ يا عيب، اوعى تقول له. ما طول عمر امك بتضرب ابوك يا اخوي. ايه الجديد لما الاستاذ جه ان ابوك يضرب امك ولا ايه؟ لا يا بابي، ما ضربنيش، أنا اللي إيدي فلتت وعورت شبكتي بنفسي. اصيله يا ام منشي، يعني الراجل مالوش دعوه اهو يا اخوي. الراجل بقى مسمينه على الفيسبوك الاستاذ لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. الله يخرب بيت الفيسبوك على ابوك، على اي حد جاب لنا الوش ده. ورا مصنع الكراسي. عرفتوا الحل ولا محتاجين اختيارات؟ نقول اختيارات. يا ترى كانوا بيتكلموا عن وائل جمعة، وائل الإبراشي، وائل كافوري؟ لو عرفت الحل ابعت لنا على صفحة البرنامج على فيسبوك، ونتقابل الحلقة الجاية ورا مصنع الكراسي. احنا في زمن الخبر والنت والالوهات والثورة والمعجزة والمستحيل اللي مات. قال الأوان يا شعب نقول وما نخافش، بنحبها بضمير، مش غش ولا إشعاع. مش ولا إشعاع. بلالين ومالية البلد وبتحجب الأخبار. بلالين ومالية البلد وبتحجب الأخبار. هنفرقع البلالين ونصحصح النايمين، نحكي على السامعين إشاعات مطرداهم، نقفشها ونجيبها